هقول لك دلوقتي على 4 حاجات هتبارك لك في وقتك بإذن الله. أول حاجة الصلاة في وقتها، خلي الأولوية للصلاة عن أي حاجة تانية في حياتك، هتفرق جدا في وقتك. تاني حاجة، أنا عارف إن هي ممكن تكون صعبة على ناس كتير، بس حاول إنك تنام بدري وتصحى على صلاة الفجر. لو أنت يعني بتقدر تسهر وهتقدر تصحى على صلاة الفجر، مهمة جدا. تالت حاجة، خلي ليك ورد يومي من القرآن الكريم وانت رايح شغلك، بعد الصلاة المفروضة بتاعتك، قبل ما تنام يا سيدي، وانت قاعد فاضي ما بتعملش حاجة، بس حافظ دايما على ورد يومي ليك من القرآن الكريم. رابع وأهم وأحسن حاجة بشوفها من وجهة نظري، إنك تحافظ دايما على ذكر الله، تسبيح، تكبير، تهليل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، أذكار الصباح، أذكار المساء. حافظ دايما على ذكر ربنا